التنمر مش هزار. التنمر ممكن يغير شكل حياة بني آدم بالكامل. لازم اللي بيتعرض للتنمر يدافع عن نفسه. أنا لو حد، كان والدي الله يرحمه يقول لي أنت لو حد مد إيده عليك لازم تدافع عن نفسك وتضربه. إحنا ما بنفتريش على الناس، لكن لازم تقف وتدافع عن نفسك. شفتها وأنا صغير كتير جدا في المدرسة وفي الشارع وفي النادي. ولاد ما بتقدرش تدافع عن نفسها كانوا بيتعرضوا للتنمر الجسدي يوميا. وده السبب اللي خلى والدي يجبرني انا واخويا من سن صغير نتمرن فنون قتاليه، وبدانا الاول بالجودو. كان عشان يبقى عندنا القدره ان احنا نعرف ندافع عن نفسنا. وجمال الفنون القتاليه بعد سنين وسنين من التمرين ان هي بس مش بتحل موضوع التنمر الجسدي، هي بتحل كل انواع التنمر. اولا انت بتتعلم تدافع عن نفسك، فلو تعرضت للتنمر الجسدي بتقف وتعرف تدافع عن نفسك كويس جدا. رقم اتنين بتخلي عندك ثقة في نفسك، فانت مهما تعرضت بعد كده للتنمر اللفظي ما يأثرش فيك عن واحد ما بيتمرنش خالص. رقم تلاتة صعب تتعرض للتنمر الاجتماعي، لان انت بيبقى عندك صحاب من كل نواحي حياتك، من المدرسة ومن النادي ومن الفريق. وحتى فرضا ان انت ما بقاش عندك صحاب من كل ده، الفنون القتالية بتديك المهارات الاجتماعية ان انت ممكن تعمل صحاب تحت اي ظرف. كلامي بقى لاولياء الامور اللي عندهم ولاد بيتعرضوا للتنمر، كل طرق مواجهة التنمر مفيش مشكلة فيها خالص. لازم يبقى فيه توعي، ولازم تقول لولادك وتقول لولادك انت لو تعرضت للتنمر لازم تروح تشتكي، لازم تيجي تتكلم عشان احنا نعرف نحل المشكلة دي. لكن في نفس الوقت لازم تفهم ان انت او انتي مش معاهم طول الوقت، وانت ما تعرفش هم ممكن يتعرضوا لايه في اي لحظة.